السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مترشحي مترشحات مباراة التعليم تخصص الاجتماعيات، دائما أحييكم من هذا المنبر. أتمنى منكم أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، لأن العديد من الإخوة يجدون مشاكل مع التعامل مع الأسئلة التي تكون عبارة عن اقتراح وضعيات تعليمية تعلمية. وفي هذا الفيديو سنقوم باقتراح وضعيتين يمكن مصادفتها في المباراة، ويمكنك التعامل معها بهذا الشكل الذي سنشرحه في هذا الفيديو. لذا أخي، أرجو منكم دعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة. وأعيد أذكر الناس الذين لا يعني لم يشغلوا زر الجرس بعد، فهذه العشرة أيام المتبقية ستكون مليئة بالفيديوهات. اضغط على الجرس لكي يصلك كل جديد، عندما أنشر الجديد يصلك مباشرة على الإشعارات. مجرد أن تقوم بتشغيل البيانات ينبطح إليك في أعلى هاتفك أو في حاسوبك على أني نشرت فيديو جديد. لذا لا تنسى تلك الخاصية، الجرس الذي تحت هذا الفيديو الذي تشاهدونه، جنب الاشتراك. فنبدأ على بركة الله. أول وضعية سنقوم بالإجابة عليها وكيفية التعامل عليها، وهي وضعية تعليمية تعلمية يكون فيها الاشتغال على مفهوم الزمن التاريخي. بعدما كنا في الدرس السابق عرفنا الزمن التاريخي عرفناه، سنقوم الآن إذا وجدت سؤال عبارة عن اقترح ما يلي، ثم يضعون إليك هذا السؤال: وضعية تعليمية تعلمية يكون فيها الاشتغال على مفهوم الزمن التاريخي. العديد من الإخوة المترشحين والمترشحات كيلقاو مشاكل في هذا التعامل مع بحال هذه الأسئلة. لذا فتابع الفيديو حتى النهاية لكي تستفيد تستفيد بشكل جيد، ولا مجال للمشاكل بعد إن شاهدت الفيديو. ثم الوضعية الثانية سنتطرق فيها عن وضعية تعليمية تعلمية يكون الاشتغال فيها على مفهوم المجال الجغرافي. نبدأ بالوضعية التعليمية التعليمية على مفهوم الزمن التاريخي. وفي هذا الصدد يجب على المترشح، أول خطوة، يجب عليه أولا اختيار موضوع مناسب للوضعية. ماذا نعني ذلك؟ موضوع دراسي مناسب للوضعية التي سنقوم يعني بالتخطيط لها أو اقتراحها. فاختيار موضوع مناسب، مثلا موضوع الضغوط الاستعمارية على المغرب خلال القرن التاسع عشر. هذا موضوع مناسب إن سألوك عن توظيف مفهوم الزمن التاريخي عن طريق اقتراح وضعية تعليمية تعلمية، فهذا الموضوع مناسب ومناسب جدا. فضع في الموضوع الدراسي هو الضغوط الاستعمارية على المغرب خلال القرن التاسع عشر. ثم الخطوة الثانية هي اختيار دعامة مناسبة. الدعامات، يمكننا اختيار خط زمني، خريطة تاريخية، أو جدول زمني. هذا يتعلق بتوظيف مفاهيم الزمن. الخطوة الثالثة توظيف مفاهيم زمنية متنوعة: تسلسل الكرونولوجي، التعاقب، التزامن، التطور. للتذكير فقط، فكنا تطرقنا في الفيديوهات السابقة على هذه المفاهيم، يمكنك الرجوع إليها والاستفادة أكثر في تفاصيل هذه المفاهيم. فقمنا بالتخطيط لوضع الجدادات، قمنا برسم الجدادات على هذه المفاهيم. فقط هنا يعني نساعدك على التعامل مع التعامل مع السؤال في الامتحان. ثم الخطوة الرابعة احترام خطوات تدبير الوضعية منهجيا. خطوات التدبير الديداكتيكي لكل دعامة، الخانة الثالثة هذه يكون فيها خطوات التدبير الديداكتيكي لكل دعامة. التدبير الديداكتيكي ندبر ذلك ديداكتيكيا. الدعامة ندبرها بشكل جيد، فيها سيناريو مهام المدرس وكذلك أنشطة المتعلم إلى غير ذلك. ويمكن الاستعانة ببيداغوجية التدرج، التدرج من السهل إلى الصعب، التدرج في إيصال التعلمات. كما قلت سلفا، فيمكنك الرجوع إلى الفيديوهات السابقة، فقمنا بتخطيط الجدادات
وستستفيد منها كثيرا في هذه المفاهيم وفي هذه الدروس. أما الوضعية التعليمية التعلمية التي يكون فيها الاشتغال على مفهوم المجال الجغرافي، وفي هذا الصدد أيضا نتبع نفس الخطوات إلا أن المضمون يختلف. أول خطوة دائما هي اختيار موضوع مناسب للوضعية، مثلا مفهوم التوطين، حيث أن المجال الجغرافي يعني يمكن التطرق إلى مفاهيم مهيكلة مثل التوطين أو المورفولوجيا أو الحركة. في حالة يعني يمكن إذا طلب منك يعني وضعية تعليمية تعلمية يكون الاشتغال فيها على مفهوم المجال الجغرافي، فأي من هذه المواضيع الدراسية صحيحة. يعني سواء اخترت توزيع الكثافة السكانية بالمغرب على مفهوم التوطين، ثم المورفولوجيا مميزة الوحدة التضاريسية، ثم موضوع حركة السكان بين المدن والأرياف بالمغرب، كل هذه صحيحة إن اخترت أي واحد منهم. فيكفي فقط أنا فصلت ذلك لتفهموا هذه الأشياء. ثم اختيار دعامات مناسبة، هذه المرة خريطة جغرافية، جدول إحصائي، يعني جدول عبارة عن إحصاءات أو إحصائيات أو معطيات، ثم مبيان، ثم صورة. الصورة يعني تبين لنا المشهد، يعني المجال الجغرافي، المشهد الزراعي، المشهد الزراعي مثلا، أو المشهد الفلاحي، يعني المجال الساحلي إلى غير ذلك. مثلا صورة نقصد بها صورة عبارة عن مشهد زراعي أو مشهد يعني مشهد ساحلي أو مشهد يعني أي مشهد كان، مهم أن يكون جغرافيا. ثم توظيف مفاهيم مجالية، يعني من الضروري توظيف هذه المفاهيم: التوطين، المورفولوجيا، الحركة، كما تطرقنا هنا في اختيار موضوع مناسب للوضعية. أذكر فإن هذه المفاهيم تطرقنا إليها في فيديوهات سابقة بالتفصيل، فهذا الفيديو ليس مخصصا للتفصيل، لا داعي للتكرار لأن الفيديو موجود على اليوتيوب. لذا فقد قمت بهذا الفيديو يعني للتعامل مع الأسئلة في المباراة. ثم احترام خطوات تدبير الوضعية منهجيا، يعني خطوات تدبير تكتيكي لكل عام وبيداغوجية التدرج. يعني إذا قمت بهذه الأشياء ويعني قمت بالاستعانة بها وضبطها، فإن جوابك صحيح 100% بحول الله. يعني أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وبالتوفيق للجميع، كلنا تحت شعار أن تنجحوا وتكونوا أساتذة الاجتماعية بحول الله. اللهم حقق لكم، الله يا رب يا رب تحقق الأمنية لأي واحد، نوى الخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا دعاء من القلب الدراري والدريات، الله يوفق الجميع. فيعني العزيمة والإرادة والاجتهاد فالإنسان يصل. لأن ناس وصلوا يعني كانوا مترشحين مثلنا مثلهم ومثلكم، يعني وصلوا بجد ورغبة وعزيمة. ف... فليس هناك فرق بين أي شخص، ففقط العزيمة والإرادة هي التي يعني تحدد مصير شخص ما. فإن وضع هدف وقصده فإنه سيصل إليه توكلا على الله ودعاء إلى الله، وربي ما غيخيبوش. لذا أرجو يعني أن تكونوا في الموعد، لأن سأتطرق إلى فيديوهات أخرى للتعامل مع أسئلة وأجوبة مباريات التعليم. وإلى اللقاء. وللإشارة نسيت، أود أن أتطرق إلى هذا التوصيف، يعني المجالات الرئيسية التي يعني التي يعني سيستعين بها لاختبارنا، يعني اختبارنا واختباركم في مباراة التعليم. فهذا المجال الرئيسي الأول مادة التخصص التاريخ والجغرافيا دائما، يعني تاريخ المغرب، تاريخ العالم الإسلامي، تاريخ أوروبا 25%، الجغرافيا العامة، جغرافيا المغرب، جغرافيا العالم ونماذج من القوى الاقتصادية 25%. لذا أنصح هنا باش إلا بغيتوا تتمكنوا من هذا المجال الرئيسي الأول مادة التخصص تاريخ المغرب، تاريخ العالم الإسلامي، لو أننا نشرنا بعض الفيديوهات على تاريخ المغرب وجغرافية المغرب. لكن إن تريد التمكن من تاريخ العالم الإسلامي وتاريخ أوروبا إلى غير ذلك، يعني أنصحك بقراءة دروس، فهي بسيطة. قراءة الدروس الأولى إعدادي إلى البكالوريا كلهم اقرأهم بالترتيب، ابدأ من الأولى إعدادي إلى ثانية بكالوريا. ويعني غالبا ما يكون الاختبار في هذه المستويات.
ثم المجال الرئيسي الثاني مادة ديداكتيك، يعني دائما هاتي مادة يعني 50% أيضا. تخطيط أنشطة التعلم، يعني الجدادات والتصورات الديداكتيكية، يعني التخطيط. ثم المجال الفرعي التدبير الديداكتي لإرشاد التعلم، يعني كيف تتعامل مع وضعية معينة داخل الفصل. ثم المجال تقويم التعلمات، يعني تقويم مدى تحكم مع تمكن المتعلم من الأهداف المتوخاة. وهذا ما لم يعني هذا ما ضربناش ليه الحساب. هذا الاستحضار المستجدات البيداغوجية والديداكتيكية، يعني المستجدات يجب أن تقرأوا المستجدات مادة الاجتماعيات، المستجدات التي طرحتها الوزارة إلى غير ذلك. ثم استحضار متطلبات نمط التعليم التناوبي والتعليم عن بعد. سنتطرق في فيديوهات قادمة على هذين المحورين بالضبط، وسنشرح بعض الأشياء منها لكي لا يتوتر المترشح. لذا هذا الفيديو قد انتهى، أرجو منكم دعمنا والدعاء لنا، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.